ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بسرعه بسرعه كده يا جماعه، راحت عليا نومه وصحيت قبل الفطار بساعه. كنت تعبانه جدا وكنت في مشوار وسهرانين يعني، وجيت نمت بقى وما عملتش فطار. صحيت قبل المغرب بساعه. اول حاجه عملتها كده، عملت بقى معايا التمر كده اللي هو المشروب وركنته على جنب. وبسرعه بسرعه طلعت كده من الفريزر، كان عندي اوراق هتبلها. حطيت كده بصل وطماطم وعليهم فصين من التوم كده، وفرمتهم مع بعض في الكب. صلوا بينا على النبي بقى كده. وجبت الطبق ونزلت بالتتبيله اللي انا عملتها دي كده، الخلطه اللي عملناها مع بعض. تعالوا نتبلها مع بعض كده. حطيت عليها معلقه كبيره من الثوم البودر، وعليها كمان معلقه من الكاري كبيره، معلقه كبيره، ونص معلقه كبيره من الفلفل الاسود كده. وهديها بقى معلقه كده من الصويا صوص، بتدي معاكي المشويات لون كده رهيب، بيبقى فيها مزازه كده حلوه قوي، بتبقى حلوه قوي في المشويات. وعليهم كده معلقه من الصويا صوص، وكمان معلقه كبيره من الخل. تخلي لحم الفراخ مفتت معاكي كده، يعني ايه، بتبقى طريه مستويه، بتسرع عمليه التسويه معاكي. عليهم معلقه بقى من الملح كبيره بقى، وعصير ليمونه، و3 معالق زيت. وهقلب الكلام ده كله مع بعضه. ودي اسرع تتبيله واجمد تتبيله، ممكن ريحتها تجيب اخر الدنيا. قلبتها بقى كده مع بعضهم. كنت طلعت الفراخ بتاعتي، كان عندي اوراق غسلتها بقى والليمون وكده، وصفيتها خالص كده من اي ميه فيها، واحطها بقى في التتبيله دي كده، يعني لمده 10 دقايق او حاجه. هقلبها حلو قوي كده في التتبيله بتاعتي. عايزه اقول لك بقى الفيديو بتاعنا النهارده دوت كده، لو انت مستعجله عندك عزومه مفاجاه، راحت عليكي النوم وعايزه تعملي فطار حلو وشيك وكمان سريع وبسيط كده، تعالي معايا كده وكملي الفيديو للاخر. هركن بقى التتبيله على جنب كده. وكان عندي بقى نص كيلو لحمه مفرومه، هعمل منه حاجتين. خدت من نص كيلو لحمه ده ربع كيلو كده، نزلت بيه كده في طاسه فاضيه على النار. الطاسه سبتها سخنت قوي على النار، وانزل عليها كده بمعلقتين من الزيت، عشان عايزه اللحمه تفرول معايا كده، اللي هي ما تبقاش مخرزه كده، تبقى مفككه من بعضها. وهقلبهم حلو كده لما اللحمه تاخد معايا لون. كل ده على نار عاليه، مش هنهدي النار خالص دلوقتي، لسه شويه. هنعمل مع بعض عصاق كده سهل وسريع. عليه بصلايه كبيره كده مفرومه في الكبه، او بشوريها او خرطيها زي ما تحبي يعني. نزلت بالبصلايه على اللحمه كده بعد ما لونها اتغير معايا. بصوا، هنعمل اسرع صينيه مكرونه بشاميل حصلت، وطعمها حلو قوي قوي. طريقه سهله وسريعه كده للبشاميل، اسرع بشاميل هتعمليه. المهم خلينا هنا كده على البصل. حطيت نص معلقه من السبع بهارات، ونص معلقه من الفلفل الاسود، معلقه صغننه، ونص معلقه صغيره كده من الملح. وهقلب الكلام ده كده مع بعضه. السبع بهارات دي يا جماعه بتبقى يعني شامله انواع كتير من البهارات مع بعضها. من البهارات اللي عايزين الفيديو عندي موجود على القناه، عامله بهارات شامله لكل انواع الاكل اللي انت ممكن تستخدميها في المطبخ، اسماك ولحوم ومشويات ومحاشي وكله. حطيت بقى، استنوا هنا على العصاج بتاعنا، معلقه كبيره كده من معجون الطماطم. معلقه كبيره كده ومعلقتين يعني، كتري ولا تستخسري. انا عايزه العصاج عندي هنا كده يكون عليه صلصه. هقلبها مع بعضها كده بقى، وهدي النار واسيبها 10 دقايق كده. بعد 10 دقايق كانت استوت. شيلها بقى من على النار كده، وفي حله على النار فيها ميه وملح. حطيتها كده غليت على النار، وحطيت كده كيسين من المكرونه. مش هحط زيت، المكرونه البشاميل اللي مش بتحط لها زيت، عشان المكرونه تلزق مع البشاميل كده، ميبقاش عليها زيت يزحلق البشاميل. اسرع بشاميل بقى ممكن تعمليه، رتل من الحليب عليه كيس من خلطه البشاميل. خلطه البشاميل دي بتجيبيها عادي من اي ماركت كده ومن اي عطار، بتبقى بالاطعمه ديت كده بشاميل بالجبنه، طعمه رهيب. على رتل الحليب باكو خلطه البشاميل، وكل ما بتقلبي فيها على النار وتسيبيها تغلي السمك بيتقل. هتسيبيها كده لما تغلي وتوصلي بقى للسمك اللي انت عاوزاه. بس لو البشاميل خفيف يعني بيكون اجمل واطعم واحلى بكتير، بيبقى جوسي كده وحلو. تعالوا بقى نقفل الكلام الجامد ده كده كله مع بعضه. نزلت باللحمه على المكرونه. الخطوه دي بقى حلوه قوي يا جماعه ومهمه. ولو عامله كميه بسيطه من اللحمه، لا بتعمل معاكي كميه كبيره من المكرونه، وبتبقى حلوه يعني ومناسبه. قلبت اللحمه كده مع المكرونه، وهجيب البايركس بتاعي واي صينيه عندك، وهنزل بقى باللحمه بعد ما قلبتها مع المكرونه كلها. هاضبّط بقى المكرونة كلّها كده طبقة واحدة، مش هاعملها طبقات. وهاجي بقى كمية البشاميل كلّها هانزل بيها كده. عايزة أقول لكم صينية المكرونة دي أقسم بالله كانت جامدة، كانت تحفة. والبشاميل كده بقى سهل وبسيط، ولا بتضيفي عليه سمنة ولا توابل ولا ملح ولا بيض ولا أي حاجة. بشاميل سهل وسريع وطعمه بيبقى لذيذ.
ويبقى لونه أبيض كمان كده بعد ما تسوي المكرونة. دخلتها الفرن بقى على درجة حرارة 200، قعدت معايا تلت ساعة الشبكة في النُص. عندي بقى ربع كيلو اللحمة التاني، كان نُص كيلو، خدنا ربع المكرونة وأدي الربع هاعمل بيه طبق كفتة كده. عندي بصلاية بشرتها وصفيتها من أي مَيّة فيها خالص، وهاجيب كده اللحمة على البصلاية على رشة من الملح، على رشة بسيطة من البهارات، وهاعجن بقى الكلام ده كله مع بعضه جامد كده. أنا عايزة اللحمة تتفتت معايا خالص كده مع البصلاية. اعجنيها حلو كده لمدة 10 دقايق. هي كده الكفتة يا جماعة، سر نجاح الكفتة معاكِ إن يكون فيها نسبة دهون يعني 25%، والباقي لحوم عشان تديكِ طعم حلو. وكمان إن أنتِ تعجني اللحمة مع البصل حلو أوي، تفتتي الأنسجة بتاعتها، مستحيل بقى هتفك منِّك وهتبقى طرية. هتشوفوا دلوقتي النتيجة إزاي، الكفتة هتبقى juicy أوي كده وطرية ورهيبة كده. على ضهر معلقة بقى كده، وهاشكلها عشان تبقى مفتحة من قلبها. لا بيكنج باودر بقى حطينا ولا أي حاجة، هي بصلاية ورشة بهارات وشوية فلفل أسود وبس. هاشكِّل بقى الكمية كلّها، ما شاء الله طبق حلو مش وِحِش. هاسيبها بقى لمّا قبل الفطار يعني هنسوّيها مع بعض على طول. تعالوا بقى ندخّل الفراخ في الفرن، اللي إحنا كده اتأخّرنا. كنت دخّلت المكرونة أول حاجة كده استوت وركنتها. هارُص بقى الفراخ في الشبكة ديّة كده، ممكن تحطيها في صينية، أي صينية موجودة عندِك ممكن تشتغلي بيها. الخلطة بتاعتنا دي بقى مش هارميها ولا حاجة، لأ هاحطها على الفراخ كده بتدّيها طعم حلو، بتبقى الفراخ مشوية وطرية معاكِ كده، ولفّيت الشبكة بورقة فويل عشان الفراخ ما تنشفش مني وتبقى حلوة. باعمل إيه كده، بادهن الشبكة بفرشة زيت كده، يعني شوية زيت بالفرشة وادهنيها، عشان لمّا الفراخ تستوي تعرفي تطلّعيها من الشبكة ما تكونش لازقة فيها. بس كده بادخّلها الفرن على درجة حرارة عالية، الشبكة على النار كده بعد النار برفع، هاسيبها كده في الفرن لمدة ساعة. تعالوا هنا بقى كده نعمل الكفتة مع بعض، صينية كده أو جريلا الموجود عندِك، في دهنة زيت، حتة زبدة، المتاح، على نار عالية، الطاسة تبقى سخنة معاكِ، وانزلي بالكفتة، تحفة سريعة كده ورهيبة. هتقلبيها شمال ويمين كده لمّا تقفّلي كل المسام بتاعة اللحمة، علشان ما تنزّلش السوايل اللي فيها وتبقى الكفتة متفّلة معاكِ وما تكونش مستوية، مش هيبقى طعمها حلو. إحنا عايزينها كده فيها اللي هي المضغة شوية كده بتاعة الحاتي دي. هتشوفوا دلوقتي النتيجة رهيبة. هتقلبيها بقى شمال ويمين كده على نار بقى متوسطة، لمدة كام، لمدة 5، 6 دقايق مش أكتر من كده، وبتكون استوت معاكِ وجاهزة. مش هاغطّي عليها النار ولا حاجة، أنا باقلّبها على كل جنب كده دقيقة أو حاجة، وبابدأ أقلّبها على نار متوسطة. ريحتها عايزة أقول لكم تحفة، أنا باورّيها لكم هنا بس كانت بعيد شوية، هاورّيها لكم تاني استنوا. حلوة أوي وسهلة وسريعة وأسرع كفتة ممكن تعمليها يعني. بُصّي جميلة أوي. تعالوا نشوفوا قلبها كده مع بعض مفتحة وحلوة أوي، أوي. دي كانت الكمية اللي أنا يعني عملتها. طب تعالوا نشوفوا قلبها كده. بُصّي بقى الكفتة، أنتم شايفين الكفتة بتنِز إزاي، شايفين يا جماعة؟ بُصّوا الكفتة وجمالها ومستوية ورهيبة وطرية كده وحلوة أوي، أوي. جرّبوها بالطريقة دي هتبقى ناجحة معاكم وجميلة جدًا. عملت بقى إيه، شفشق مانجا كده معايا جنب التمر اللي أنا عاملاه. كنا خلاص بقى دخلنا على المغرب. بُصّوا صينية المكرونة دي تتكلم عن نفسها، أو بتكلم نفسها مش مهم، المهم إن هي بتتكلم وخلاص. لأ بجد سهلة وسريعة وجميلة جدًا. عايزة أقول لِك ممكن تعملي صينية المكرونة دي كده بس للفطار عادي يعني، معاها شوية شيبسي بقى، سلطة، مخلل، وهتعدّي يومها بربع كيلو لحمة. بُصّي بتعملي كمية كبيرة تكون اللحمة حلوة فيها، لإن أنتِ بتغلّفيها في المكرونة كلّها. يا سيدي، يا سيدي، والّا بقى البشاميل، حلو أوي، بجد هيعجبكم. بُصّوا بقى واللحمة مناسبة ومالية المكرونة كده، هتوفّر معاكِ بقى لو عندِك عزومة، ما عندكيش عزومة حابة تعدّي يوم اقتصادي شوية كده، بربع كيلو لحمة هتعملي أجمد فطار. مكرونة البشاميل ما بيختلفش عليها اتنين يعني. بدأت هنا بقى كده أغرف بقى في الأطباق وكده، لإني جالنا ضيف على فجأة يعني، بس الحمد لله كانت يعني إيه مستورة وعملت فطار. فطرنا إحنا والضيف كمان كده بألف هنا وشفا على القلب. هاغرف بقى كله كده والمكرونة وكله، خلصت بقى إيه غرف المكرونة. هاشوف بقى إيه، تعالوا نشوفوا مع بعض كده إيه الفراخ.
هنا قدومة حابب يعمل لكم ويسلم عليكم يعني، بيسلم عليكم اهو، ده قدومة ابني. بصوا بقى الفراخ طلعت يا سيدي على جمالها وريحتها وطعمها ولونها، ما اقولكوش. هبدأ بقى كده افضيها في الاطباق مستوية وحلوة كده ودايبة دوب، واخدة بقى اللون القمر اللي انتوا شايفينه ده كده بتاع الشوي. طيب لو ما عندكيش صويا صوص ولا دبس رمان حطي معلقة عسل اسمر، ما عندكيش ما تحطيش، واعملي طماطمية مبشورة حطيها على الخلطة. ما احنا عملنا طماطم مبشورة. بصي حضرت بقى سلطة ومخلل وكده وكده. كان الفيديو خلاص خلص بقى معايا وحضرنا الفطار. ما شاء الله زي ما انتم شايفين عملت كمية حلوة بنص كيلو لحمة، عملت الكفتة والمكرونة وأوراق الفراخ، كان عندي 2 كيلو أوراق عملتهم، عملت سفرة حلوة قوي قوي. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. بصوا بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب، امر منكم كده لاختكم ام يوسف، دعما منكم لنا يا جماعه عشان القناه تستمر. حابه اوريكم الكفته تاني، كنت غلفتها بقى عشان تفضل ايه اللي هي سخنه كده. عندنا ابو يوسف ما بياكلش الفراخ وبياكل اللحوم بس، بألف هنا على قلبه. ده كان الفيديو بتاعنا. باي باي واشوفكم على خير وبخير ان شاء الله الفيديو اللي جاي. باي باي.